عمرك تصرفت تصرف معين وقعدت تندم عليه وتقول انا ليه اتصرفت في الطريقه دي كده؟ انا ليه عملت في الموقف ده كده؟ ده ليه سبب في علم النفس. مفيش حاجه بتتم في سلوكك بطريقه عشوائيه، بالعكس كل سلوك وليه اسبابه، كل سلوك وليه القواعد بتاعته. انا هشرح لك ليه احنا بنتصرف تصرفات معينه او بيطلع مننا سلوك معين. كل واحد فينا عنده معتقد في دماغه، هو ده اللي بيحركك. المعتقد ده بيولد فكره، والفكره دي بتولد مشاعر، والمشاعر ده هو اللي بيولد السلوك. يعني ببساطه السلوك متكون من معتقد زائد افكار زائد مشاعر يساوي سلوك. تعال ناخد مثلا على الحكايه دي. تعال ناخد الاهلي او الزمالك. انت معتقدك اهلاوي او معتقدك زملكاوي. الاهلي او الزمالك، انت معتقدك اهلاوي او زملكاوي، ده بيولد فكره ان الاهلي احسن فريق في الدنيا او الزمالك احسن فريق في الدنيا. دي بالنسبه لك فكره مفروغ منها. بتولد عندك ايه؟ بتولد عندك بقى مشاعر. انت بتحب الزمالك جدا او بتحب الاهلي جدا او بتحب الفريق اللي انت بتشجعه جدا. دي مشاعر بتساوي سلوك. سلوكك ده هو تشجيعك بقى للفريق ده او حتى تعصبك، وده سبب اساسي للتعصب. ايوه ويلا يا خساره. يلا بقى يا اهلي بقى، في اهلي بقى. ايه ده يوه الواد الزملكاوي جاي، دي حاجه يا اسطى غاسلينكوا ولا لسه؟ غاسلين مين يا عم؟ غاسلين مين بلا بتاع نهدويه يا ابني. اتفرج بس. ايه دي يا ابني؟ انت فاكر الاهلاويه دول بيعرفوا يلعبوا؟ اتفرج بس، انا علمكم الكوره. يلا يا حفني، احنا بنحبكم اصلا. حفني تيمو يلا يا على تراهني ان مرتضى هيشلحوا دلوقتي. هيفخ مرتضى. ايه ما ترددناش في ده هيفخ. يلا ايوه يا جنش يا عالمي. يا عم بقى انت جنش مين وبتاع مين؟ انت محروق ليه؟ انت زملكاوي صحيح. بس يا لملوم اقعد بس يا زملكاوي يا ابني. انت لملوم. لا ده انا اكسر قهوه عليك بقى. ها؟ تكسر مين يا؟ خلينا ناخد مثل تاني. لو واحد مثلا ملحد، المعتقد بتاعه ان هو ملحد. الملحد عنده افكار ان مثلا الله مش موجود، دي فكره في دماغه، او العالم اتى من العشوائيه، دي فكره في دماغه. الفكره دي بتولد مشاعر، مثلا ان هو ما عندوش حاجه اسمها الله، بيكره فكره الله او وجود الله، دي مشاعر. او بيكره فكره ان العالم اتى من بطريقه معينه او بديزاين معين، او بيكره فكره مثلا الاديان، فده كره، فدي مشاعر. تمام؟ ده بيولد بقى سلوك اللي هو الالحاد جاي من معتقد، التعصب جاي من معتقد، كل سلوك انت بتعمله جاي معتقد. فلو انت عايز تبطل اي سلوك عندك او اي عاده انت شايف انها مش كويسه، او شايف ان في تصرفات في سلوكك، لو انت شايف ان سلوكك مش عاجبك او في تصرفات انت بتعملها مش عاجباك، انت بتعمل ايه؟ مهما تحاول تغير في سلوكياتك، مثلا انت عصبي، عمال تحاول تبطل عصبيه، مش عارف ليه، لان انت بتحاول تبطل في السلوك لكن ما بترجعش ورا للمعتقد اللي خلاك عصبي او للفكره اللي خلتك عصبي. ببساطه لو عايز تبطل سلوك معين او عاده معينه، ارجع شوف انت عملت السلوك ده ليه او اتصرفت في السلوك ده ليه، لان ممكن يكون السلوك ده ليه اثر نفسي. مثلا انت ممكن تكون لما بتشوف كلب بتخاف او بتخش من شارع تاني لان ليك معتقد ان الكلب ده هيعضك، او الكلب ده لازم يجري وراك، او بيجيلك فكره في دماغك ان الكلب ده اول ما تعدي من جنبه هيعضك او هينط عليك. ده فكره في دماغك، دي بقى بتاثر على سلوكك. فلو عايز تبطل سلوك معين ارجع لمعتقدك. لازم نفحص معتقداتنا عشان نقدر نتحكم في سلوكنا ويطلع سلوكنا سليم وصحي. متنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك، وشير لاصدقائك اللي عايز تشاركهم بالمعلومه. متنساش تعمل سبسكرايب للقناه، وشكرا.